اتعرف بيك وبتخصصك؟ انا عبد الرحمن عصام، رابعه كليه العلوم قسم الاحصاء. ما شاء الله. طيب عايز اعرف من حضرتك كده ايه التخصصات اللي انت مهتم بيها في الكارير بتاعك ان شاء الله مستقبلا؟ هو الكارير بتاعي معتمد بشكل كامل على الداتا اناليسيس، وفيما بعد الداتا ساينس، وطبعا الماشين ليرنينج فيما بعد خالص يعني. جايلك سؤال لو جاوبت عليه هتاخد هديه وتفوز معانا بخصم على دبلومه الداتا اناليسيس. حضرتك شايف محتوى الداتا اناليسيس بيناقش ايه وايه مميزاته في السوق؟ عايز اعرف محتواه الاول، هتعلم ايه فيه، وبعد ما بخلص الدبلومه او بتخرج هستفاد ايه او العائد ايه على الشركات او عليا؟ تمام. هو الداتا اناليسيس هو بيتكلم من الاول، لو انت حد عايز تتعلم في سكيلز كتير وفي تولز كتير ممكن تتعلمها، زي الاكسل والباور بي اي والسيكوال. ده اهم حاجه عشان تقدر تسحب الداتا من اي داتابيز موجوده. وبعد كده ممكن طبعا لغات البرمجه بقت موجوده كتير في المجال، فممكن البايثون، في مكتبات كتير في البايثون ممكن نستخدمها. فدي ده التولز اللي احنا ممكن نعمله، يعني من اهم التولز اللي احنا ممكن نتعلمها. انما كشركه العائد بتاعها ايه؟ هو المجال بتاعي عباره عن الداتا. انا الداتا بتبقى متبعتره بشكل عام، فانا باخد الداتا دي وبديه لصاحب القرار عشان يعرف ياخد القرار بكل سلاسه وبكل اريحيه. اشكرك على الاجابه الممتازه، وده بيدل على اهميه فعلا الداتا اناليست في السوق مستقبلا. فزت معانا بالخصم طبعا على الدبلومه، بجانب هديه بسيطه كده لحضرتك، ميداليه بسيطه. الميداليه ديت متاح عن طريقها حضرتك تدرس معانا في اكاديميه بيزنس واكاديميه زويل، الاثنين مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. كل الدعم والتوفيق ليك، تقدر تسجل معانا دلوقتي ان شاء الله.